راه علاه اي حاجه اسلاميه رانا نلقوا الناس راهي طاكيها علاه. ومن بعد يقول لك هذه اللي رجع اطرد بالسلب في الميدان ثاني. لا بروف وحده عند بريمير كان دايره جلباب تقارع لولدها دراري بلا ما يعبوا، من عمروا لهم رساله بلي كاينه وحده متجلببه ولا منتقبه راهي تبيكي دراري ولا يقايسوا فيها. ها وين وصلنا. وزيد في هذا المسلسل قال لك بلي راه ينقل الواقع، واه على بالنا الواقع فيه الناس يبيعوا زطله وكاع ويبيعوا كاشيات. اسكو هذه هي الوسيله المليحه اللي باش نحاربوا هذه الظاهره؟ على خيرو بالذات وحده متحجبه، على غير المتحجبات اللي راهم يبيعوا. نجي نشوفوا حنا النساء اللي راهم يبيعوا لا بيبار كاشيات ولا لي زاغريسيون ولا اي حاجه، لا بيبار متبرجات، 95% متبرجات، وحده و5% نلقاها متجلببه ولا متحجبه ولا منتقبه. يعني المتبرجه راهي دير امور ولا امور خارجه عن القانون وخارجه عن الدين اكثر. المتبرجه ديرها اكثر من المتجلببه ولا المنتقبه. يعني 5% رحتوا درتوا عليها دراسه ودرتوا عليها فيلم ومسلسل ومنها وليتوا تبينوا في هذه الظاهره في المجتمع. ورا 95% اللي راهي تبان هذيك نورمال اكسيتوها. ولا الحرام والعيب يولي حرام وعيب غير كي يديره المتدين. هنا بيزار. يعني هنا راهي حرب على الاسلام، ما راهيش هذه حاجه ماشي بريئه، راهي من وين راهي تمشى. وهذا الامر بدا لنا في مصر في السينما المصريه. توجور يبينوا لك باللي الملتزم دينيا باللي هو انسان متعصب ومشي قاري وجاهل و يعني هذه السلسله راهي تتمشى تشوه في الاسلام وفي العرب. حرزوا روحكم خوتي، وماذا بينا الشعب ما يروحش يدعم هذه التفاهه. واش علاه كي نشوفوا حنا الشعب شي يتبع نعرفوا الاتجاه الحضاري تاعه والمصير تاعه. حنا رانا ندعموا هاد التافهين وهاد السفهاء، عليها راهم يطلعونا وراهم يجيبونا في التلفزيون. نشوفوا نسب المشاهده عاليه بالبزاف. على جال هادي دروك هادو صناع المحتوى هذا ما غادي يوليو يجيبوا لنا. واش علاه نسب المشاهده عاليه. ما تتبعوش التافهين برحمه شوابين خوتي، خلونا نصوموا غايه. ورمضان مبارك وصحة فطوركم.